من آلاف السنين والبشر عندهم هوس دايماً بفكرة الخلود وإنهم يسيبوا أثر ما يتنسيش، لدرجة إنهم نقشوا تاريخهم على الحجر وكتبوه كمان على الورق عشان يفضل عايش. بس النهاردة إحنا فاكرين إننا كسبنا اللعبة، بنينا عالم كامل من الذكريات وحطينا فيه كل ضحكة وكل تفصيلة، وبقينا مطمنين كأننا قفلنا عليه في خزنة سحرية، واثقين إننا الجيل اللي عمره ما هيتنسي. بس تخيل معايا كده، الخزنة دي تتقفل للأبد، مش عشان حد سرقها ولا عشان كارثة دمرتها، بس بكل بساطة لغة القفل نفسها اختفت. كل حاجة بتثبت إننا كنا هنا بتتبخر في هدوء تام وكأننا عمرنا ما عشنا. وقتها بتكتشف حاجة مرعبة جدا، وهي إن الجيل المهووس بتوثيق كل نفس بيتنفسه ممكن يبقى هو نفس الجيل اللي بيجهز إنه ينسى نفسه، وإن إحساس الأمان المطلق اللي إحنا عايشين فيه ممكن يصحينا في يوم على فراغ ملوش أي ملامح. وعشان كده لو فاكر إن نهايتنا لازم تيجي بحدث ضخم وإن أثرنا ممكن يختفي في لحظة، ده خيال علمي وخلاص، أحب أقولك إن هي محسوبة. احنا دايما فاكرين ان الانترنت حاجه ثابته، فاكرين ان اللي بننزله بيتحفظ للابد، ولكن الحقيقه ان الانترنت هش جدا. في مصطلح ظهر سنه 97 اسمه العصر المظلم الرقمي. المصطلح ده طلع من مؤتمر دولي للمكتبات، وكان بيحذر من ان البشريه ممكن تفقد جزء ضخم من تاريخها مش بسبب حرب ولا حريق، ولكن بسبب التكنولوجيا. ان التكنولوجيا نفسها تقدم، الملفات الرقميه عمرها مش ابدي، الهاردات ممكن تبوظ والسيرفرات تتقفل والصيغ بتتغير، حتى الشركات بتفلس. في دراسه منشوره على اركسيف بتقول إن حوالي 11% من الروابط الرقمية بتختفي خلال أول سنة من نشرها، وفي تقارير حديثة قالت إن حوالي 38% من الصفحات بتاعت الإنترنت اللي كانت موجودة سنة 2013 اختفت دلوقتي. يعني ببساطة أكتر من تلت الويب بيتبخر خلال عقد واحد بس، وده مش خلل تقني بسيط، ده فقدان ذاكرة كامل. وعلى فكرة المشكلة مش بس في إن المحتوى بيختفي، المشكلة إننا معتمدين عليه بشكل كلي. زمان المخطوطات كانت على ورق أو حجر، لو محفوظة كويس ممكن تعيش مئات السنين، تفتحها بنفسك، شيء ملموس بين إيديك وتقرأها مباشرة. إنما بقى الملف الرقمي محتاج سلسلة كاملة علشان يشتغل، جهاز ونظام وتشغيل وبرنامج وصيغة مدعومة وكهرباء، ولو عنصر واحد اختفى الملف انتهى. وده حصل قبل كده في مشروع BBC دومسداي سنة 1986، اتخزن على أقراص ليزر خاصة، وبعد سنوات قليلة محدش عارف يشغلها لأن الأجهزة ما بقتش موجودة، فاضطروا يصرفوا ملايين علشان يسترجعوا المحتوى. حتى ناسا فقدت بيانات مهمة جدا من مهمات فضائية قديمة لأن الشرايط كانت بصيغة قديمة جدا. انت عارف يا عمر إن احنا بننتج بيانات كتير قوي في أي وقت في التاريخ؟ فعلا، ده حتى في ظاهرة اسمها تعفن الروابط. اللينك اللي كان شغال السنة اللي فاتت النهاردة بيدي ايرور. دراسات كتير في مجال الصحافة الرقمية لقت ان نسبة كبيرة من المقالات القديمة مصادرها ما بقتش متاحة، وده معناه ان حتى التوثيق الاكاديمي نفسه بيتآكل. وخلي بالك يا نورهان، الموضوع ده مش تقني بس، ده كمان ثقافي. لو مؤرخ بعد 100 سنة حاول يفهم جيلنا هيعتمد على ايه؟ احنا بنعبر عن نفسنا على منصات خاصة، المحتوى مش محفوظ في مكتبات عامة، محفوظ في سيرفرات شركات. ولو الشركة قررت تقفل او تغير سياساتها او يحصل خطأ او عطل في نقل البيانات، خلاص كل سنة وانت طيب. زي ما حصل كده في ماي سبيس سنة 2019، اثناء ترحيل السيرفرات بتاعتها ضاع حوالي 50 مليون ملف لاكتر من 14 مليون مستخدم. تخيلوا الكم ده من المحتوى اختفى. تعرفوا ان في تحذير مهم جدا قاله احد الرواد على الانترنت فينت سيرف، قال إننا ممكن نسيب للأجيال اللي جاية فجوة رقمية كبيرة لأن الملفات هتبقى موجودة لكن غير قابلة للقراءة. تخيل مكتبة ضخمة مليانة كتب بس مفيش حد يعرف اللغة اللي مكتوبة بيها، وده بالظبط السيناريو اللي بنقرب منه. إحنا تقريبا أول جيل يوثق كل لحظة، صور يومية، رسائل، فيديوهات، بوستات، ستوريز، بس بتختفي بعد 24 ساعة. ولكن كتر التوثيق مش معناه استمرارية. خليني أقول لكم إن الأرشفة الرقمية معقدة جدا، مش كل حاجة بتتحفظ في الانترنت اركايف، ومش كل المنصات تسمح بالأرشفة أصلا. الذاكرة الجماعية بقت مرتبطة ببقاء شركة خاصة، وده تحول تاريخي خطير. والسؤال دلوقتي ما بقاش إذا كان الإنترنت هيختفي ولا هيكمل، السؤال بقى هل البنية التحتية اللي فيها التاريخ بتاعنا هتفضل مستمرة ولا لأ؟ أنا نورهان، وأنا عمر قاسم في محسوبة.